روتين العناية بالشعر بوصفات كلها من مطبخك، مش هتكلفك ولا جنيه، لكن هتفرق معاكي كتير. ازاي اعمل وصفات تحافظ على نعومة شعري، تحافظ على طول وكثافة شعري، وتطول وتكثف شعري في نفس الوقت، توقف التساقط بتاع الشعر، ما تخليش شعري هايش، ما تخليش شعري خشن ولا جاف، معانيش من التساقط، معانيش من التقصف. كل الحاجات الجميله الامراض ديت هناخدها مع بعض النهارده في الفيديو بتاع النهارده، هنقول عليها في الفيديو بتاع النهارده. هعمل معاكم وصفه مكونات من المطبخ، مكونات كلها طبيعيه، هتفرق في كثافه وطول شعرك، ومش مكلفه ومش هتكلفك حاجه، لكن هتفرق معاكي كتير. قبل ما نبدا الوصفه مع بعض، حبايبي ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير وبصحه وعافيه وستر. اول مره تشوفيني، انا ام عمرو من مصر، كلكم بناتي وكلكم اخواتي في الله. ما تنسي، او لو اول مره تشوفيني، ما تنسينيش باللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس الكل عشان يوصلك كل جديد. ويا ريت يا جماعه اللايك، لان اللايك هو اللي بيرفع الفيديو. الله يرضى عنكم. تمام. قبل ما نبدا الكلام، ما يحلى الكلام غير بذكر خير الانام. لا تنسوا الصلاه على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، وخصوصا ان ديت ليله الجمعه. فبتعرض الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام عليه. تمام. نبدأ بقى الوصفة مع بعض. زي ما قلنا، الوصفة مكوناتها طبيعية، مش هتكلفك حاجة، لكن هتفرق معاكي طول وكثافة شعرك 180 درجة، لأن هي بتسرع نمو الشعر، بتكثف الشعر، بتطول الشعر، بتقولي الشعر من جذور لحد الأطراف، بتوقف لي تساقط الشعر، بتعالج لي الالتهابات اللي بتبقى في فروة الراس، القشره بتخلصك منها نهائيا، بتطهر لك فروه الراس. يلا نبدا الوصفه مع بعض. اول حاجه في الوصفه، هتجيبي بصله متوسطه صغيره، بصله متوسطه حمراء سوري. تمام. هنقشرها ونقطعها حتت صغيره زي ما بنعملها كده، ايه، تقليه صلصه كده بطماطم. تمام. قطعناها، نحطها في حله، نحط عليها معلقه كبيره حبه البركه، معلقه كبيره روزماري، معلقه كبيره حلبه متوفره في كل بيت، وخصوصا ان احنا في الشتاء وهي كنز بصراحه في الشرب او في الوصفات. هنغسل الحلبه كويس ونشيل منها اي حصى او كده، وتبقى نظيفه والدنيا جميله. تمام. معلقه كبيره حبه البركه، معلقه كبيره روزماري او اكليل الجبل اللي بيسرع نمو الشعر، تمام، ويطول الشعر، معلقه كبيره حلبه، معلقه كبيره رز. تمام كده، الدنيا جميله كده. الاربع مقالق الحلوين دول هنضيف لهم كمان معلقه كبيره كركديه، متوفر في كل بيت في الثلاجه، ما كنتوش بتستخدميه في الشتاء، بتستخدميه في الصيف، وهو مشروب بارد ومشروب ساخن في نفس الوقت. جميله الدنيا كده. كل المكونات دي حطيناها في حله، نحط عليها كوبايه ميه كبيره. تمام. نحط عليها كوبايه ميه كبيره، نحطها على النار تغلي وهي متغطيه لمده 10 دقائق، ونسيبها وهي متغطيه لما تبرد، عشان كل الزيوت اللي بتبقى في الاعشاب تسقط في الحله تاني، البخار بتاعها وكده. تمام. بعد ما بردت بنصفيها ونحطها في بخاخ، ونحط عليها معلقه كبيره زيت جوز الهند. ما عندكيش زيت جوز الهند وعندك زيت لوز حلو، خير وبركه. ما عندكيش زيت لوز حلو، حط معلقه كبيره زيت سمسم، معلقه كبيره زيت زيتون في المطبخ متوفر عندك، حط معلقه كبيره زيت زيتون. ماشي، الدنيا جميله كده. وهنرجعها كويس ونبدا نحطها في الشعر. اهم من الوصفه طريقه استخدام الوصفه، لان هي اللي بتخليكي توصلي للنتيجه المطلوبه. ازاي استخدم الوصفه؟ هقول لك ازاي. هتفرقي شعرك وتحط في الفراغات فروه الراس الخلطه بالبخاخ. تمام. ونحاول ندلك فروه الراس لمده 5 دقائق، وبعدين نحملها بستريتش ونسيبها على الشعر لمده ساعه، وبعدين نغسلها. بتعمل كم مره في الاسبوع؟ بتعمل مرتين في الاسبوع، علشان البصل بس، عشان احنا يعني حاطين فيها بصل وكده. قبل ما بتيجي تطلع المره الجايه تعمليها، بتطلعيها من الثلاجه، تدفيها وبعدين تستخدميها. تمام. المكونات كلها طبيعيه. دي قلنا عليها مرتين في الاسبوع. روتينك الاسبوعي، لو هتستخدمي زيت للشعر، حمام زيت للشعر، ممكن تستخدمي الوصفه ديت مره، حمام زيت مره، او اي وصفه ثانيه مره، حمام زيت مره. تونر معمول بالاعشاب فقط، ما فيهوش بصل ولا ثوم، تستخدميه يوميا، مره الصبح ومره بالليل. لكن حمام الزيت قلنا مرتين في الاسبوع، الوصفه ديت مرتين في الاسبوع. وصفه الحنه ممكن تستخدميها مره واحده في الاسبوع،
مره حنه مره صدر، اسبوع حنه اسبوع صدر، ومع ايه مع مثلا مع حمام الزيت، يبقى اسبوع حنه واسبوع اسبوع حنه مع حمام الزيت، واسبوع صدر مع حمام الزيت. وانا كل الوصفات ديت منزلاها على القناه عندي، وصفات يعني حصريه قليل جدا اما تلاقيها في اي مكان تاني تديكي النتيجه اللي هتديها لك، وده كله بفضل ربنا. وعلشان نكمل روتين العنايه بالشعر، احنا قلنا قبل كده في فيديو قبل كده برضو روتين العنايه بالشعر، ان انت اما تيجي تغسلي شعرك تغسليه بميه دافيه بس، يا سخنه ولا بارده. تمام. والشامبو نستخدم شامبو قد حجم عين الجمل او حجم جوزه، يكون ايه الشامبو اللي هتستخدميه قد حجمهم بس، ونخففه بميه عشان ما الشامبو ما يتركزش في حتت معينه وهو مركز في الشعر فروه الراس ويعمل لي التهابات وحكه في فروه الراس. تمام. او اكزيما او اي مرض، يعني ربنا يحفظكم جميعا. فعلشان نتحاشى ده كله فبنستخدم الشامبو يكون مخفف بميه، شويه ميه، ولو ربع كوبايه ميه وتحط عليها الشامبو. تمام كده. اما اجي غسلت شعري، اما تغسلي شعرك يستحسن ان انت تقلبي شعرك لقدام وانت بتغسليه، وتحطي الشامبو على راسك تسيبيه لمده 10 دقائق، وبعدين تغسلي الشعر وتدلكيه فروه الراس باطراف الاصابع عشان اتخلص من اي شامبو، وفي نفس الوقت انشط الدوره الدمويه في فروه الراس ويوصل لها الاكسجين، فتتغذى فروه الراس والشعر يطول ويبقى كثيف معايا. تمام كده. الدنيا حلوه يا جماعه. تمام. خلصنا من غسيل الشعر، نبدا ننشف شعرنا بفوطه تكون قطن، ونلفه بالفوطه لمده 10 دقائق عشان نتخلص من اي ماء زائد ما تعصريش الشعر. تنشفيه بالفوطه كده. تمام. يعني الفوطه، تحط الفوطه وبعدين تعملي بايدك الاثنين كده على الفوطه من بره بحيث ان هي تمتص اي ميه فيه، ولفيه وسيبيه 10 دقائق تمتص اي ميه فيه. اما اجي اسرح شعري، ما اسرحش شعري ببشط بلاستيك لانه بيعمل شحنات كهربائيه وبيعمل تساقط في الشعر. لا بالعكس، انا اسرح شعري بايه؟ اسرح شعري بمشط خشب متوفر في كل الصيدليات وبمبلغ خرافي، مبلغ يذكر يعني 15 جنيه ما عادتش بتعمل حاجه، او ب 20 جنيه، فمش مبلغ. تجيبي مشط خشب واسع. اما نيجي تسرح الشعر ما نسرحش الشعر من فوق لتحت، لا نبدا من تحت وبعدين نروح على فوق. وما نيجي نسرح شعرنا نحاول نتخلص من تشابك الشعر بايدينا، فكي اي تشابك شعر في ايدك وبعدين سرحي الشعر. وفي سيرم جميل جدا هسيبه لكم في البطاقات في اعلى الفيديو. تمام. ده بنعمله للشعر بعد ما بتاخدي حمام وكده وبتحطيه للشعر ليكي والبنوتك، بيخلصك من مشكله التشابك ديت ويخلي شعرك ناعم زي الحرير، ما تعرفيش تلفيه قبل كده بعد كده سوري من كتر النعومه اللي فيه. يا رب اكون افدتكم بالوصفه والمعلومات اللي انا قلتها عن غسيل او تسريح الشعر. تمام. وما لف الشعري وهو مبلول علشان ما يبقاش ريحته مش كويسه ويحصل له تساقط ويحصل له تقصف. تمام يا بنات. يا رب اكون افدتكم النهارده. لو افدتكم ما تنسوناش بلايك وشير واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس الكل عشان يوصلكم كل جديد، وشيروا الفيديو عشان الكل يستفاد. واللايك يا جماعه الله يرضى عنكم هي اللي بترفع الفيديو وبترفع ريتش الفيديو. وبحبكم في الله كتير. اكتبوا لي في التعليقات بتشاهدوني من اي بلد، يشرفني اتعرف والقناه تنور بيكم. واي استفسار او اي معلومه انت عايزاها او اي وصفه اكتبها لي في التعليقات، ما راح اقصر معاكم.